السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل سردين بقى مخلل في البيت كده، بطريقة سهلة ومضمونة وجميلة ان شاء الله. معايا نوعين من السردين اللي هو المجمد، والسردين البلدي اللي هو الموزة. غسلته كويس وصفيته من المية ونشفته، وجبت علبة كده، حطيت معلقتين 3 من الملح، حطيت عليهم معلقة من الشطة أو نص معلقة من الشطة، وحطيت نص معلقة من الكركم عشان تدي لون جميل. وهمسك سردينية سردينية كده، أنشفها وأحشي الراس بتاعتها مش قوي علشان ما تطلعش حادقة قوي. احنا عايزينها يدوب كده جميلة، علشان طبعا الموالح بتعتبر من المواد الضارة. فاحنا بنحاول نعمل الحاجة اللي بنحبها، لكن في نفس الوقت ما تبقاش ضارة وما تضرش جسمنا. طبعا عارفين ان السكر والملح من المواد اللي بتضر الجسم جامد. رصيت الرصة الاولانية كده زي ما انتم شايفين خلف خلاف، ورشيت رشة من الخليط اللي احنا عملناه، الملح والكركم والشطة. طبعا الشطة بتحمي الموالح والحاجات دي من ان يصيبها اي مكروه يعني. زي ما انتم شايفين عملت الرصة التانية من السردين الموزة، ورشيت شوية ملح على شطة على كركم في الطبقة التانية. خلصنا بقى الكمية بتاعتنا كده، هنرش عليها شوية زيت، لأن الزيت بيعتبر برضو من المواد الحافظة اللي بتحمي السردين، وكمان بتخليه طري وجميل لما يستوي. هنقفل بقى عليه تقفيلة كويسة كده، وهلفه بالاسترتش راب كده لفة كويسة. وبصراحة شلته بقى في التلاجة لمدة أسبوع، أنا مرضتش أسيبه بره التلاجة عشان ما تبقاش الدنيا حر عليه، وعشان أضمن إن هو يتملح كأن الجو برد. فخد أسبوع، وطبعا أسبوع ده كويس جدا على السردين، طلع تحفة يا جماعة، تحفة. مش قادرة أقول لكم، لا هو مملح قوي ولا هو عادب، مظبوط جدا، لحمه حلو قوي، يفتح النفس. جربوه في البيت بدل ما تشتروه جاهز، هيعجبكم وهتعجبكم الطريقة، والموضوع سهل وبسيط. زي ما اتفقنا هنعمل كل حاجة في البيت. نضفته بقى كده، النوعين بصراحة أحلى من بعض، حلوين جدا. اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير، واعملوا لنا كومنتات حلوة كده علشان نستمر وعلشان نكمل. شايفين الجمال بقى؟ شايفين النظافة؟ حلو قوي وطعمه لذيذ. والله يا جماعة كان تحفة تحفة جدا. ما تكتروش الملح وعشان ما يبقاش مضر. ونضفناه وكلناه والحمد لله. وباقي منه في التلاجة، عصرت بقى عليه شوية ليمون كده، ممكن كمان تحطي شوية زيت زيتون أو زيت من العادي. شكرا ليكم والسلام عليكم.